شأن الحسين ولادة الحسين إلى أن يقول ولم يرضع. انتبه، هذا الحديث أخذ في مكامن قلبك مو عقلك. يقول ولم يرضع الحسين من فاطمة قط. فاطمة أكو أكبر من فاطمة إلا اثنين، محمد وعلي فقط. قط الأنبياء لا يبعث إلا أن يقر بولايتها عليه. نص رواية الإمام الباقر، يجيبوا له ورقة عمل للنبي، أي نبي حتى أولي العزم، الولية مالتك ليلة القدر مالتك أصلا اللي تنزل لك الإفاضات والعلم من السنة إلى السنة، ليلة القدر مالتك فاطمة. تقر له لا يقر يبعث نبي، ما يقر ما يبعث نبي. بابا هذا هسه مو محله، بس هذا مبثوث في القرآن. هاي فاطمة مع وجود خطر فاطمة الشخص الثالث بالكون في منظومة الله من بعد أبيها وبعلها. نزل الأمر الحسين ما يرضع من فاطمة. إعداد الحسين أعلى وأعلى وأعلى، يجب أن يحط راسه براس رسول الله. والحسين في المستقبل أشد من الحسين في كربلاء. هاي ومضة، مو الشعراء يقولون ومضة؟ ومضة من الحسين في كربلاء. اقرأوا تاريخ كربلاء. بل 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 في نفس هذا الكتاب اللي قلنا حققوا العلماء وكذا، يذكر أن الحسين له حديث طويل. يذكر الإمام الصادق للمفضل الجعفي حديث طويل مع أصحابه في ليلة العاشر. يعطيهم يا برنامج كربلاء، لا، لأن هو نزل وقال لهم أذن الله في قتلي، وقال لهم العباس هنا يقتله فلان وفلان، فلان هنا يقتل، فلان هنا يقتل، أنا أقتل، كذا كذا. اعطاهم البرنامج ما بعد كربلاء كيف سوف يتحركون. فالحسين في المستقبل أعظم من الحسين في الماضي، والحسين في قادم الأيام أعظم من الحسين في كربلاء. الدور الحقيقي للحسين في قادم الأيام جاي نعيش لمساته في الأربعينية، والقادم أشد. فلذلك يقول ولم يرضع الحسين من فاطمة ولا من أنثى قط، ولا من أي امرأة. شلون كان يرضع؟ لكنه كان يؤتى به النبي فيضع إبهامه. انتبه، رسول الله يضع إبهامه في فم الحسين، فيضع إبهامه في فمه يعني، فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاثة، فنبت لحم الحسين من لحم رسول الله ودمه من دمه، ولم يولد مولود ل6 أشهر إلا عيسى بن مريم والحسين بن علي. إذن هذا الإجراء من رسول الله. لا تقيس رسول الله شأن بدن نازل. في قصة الدار يوم الإنذار وانذر عشيرتك الأقربين، احنا البارحة ما وقفنا عليها لأن وقت ضيق وما مطيناها حقها من البحث. فيها فقرة، هو هذا في بملف أعظم. هذه الحادثة على مستوى التحقيق والعقائد أعلى ب100 مرة من يوم الغدير، ونستطيع أن نسميه الغدير الأول، أعلى بكثير من يوم الغدير. هذا حادثة الدار يوم الإنذار اللي نزلت بالآية القرآنية وانذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. شنو اللي صار؟ رسول الله قال من، والحديث معروف عندكم متداول مستفيض، إنه من يؤازرني على النبوة حتى يكون خليفتي من بعدي كذا كذا، أمره أمر يسلمه لم يقم. أحجم 40 شخصية من بني هاشم بما فيهم أبو جهل كان موجود، عفوا أبو لهب عم النبي. 40 شخصية بما فيهم حمزة، بما فيهم جعفر الطيار المتقدم الذي قال بلا أمير المؤمنين 3 مرات جلسة إلى أن استدناه، بما فيهم أبو طالب الذي يطفئ نوره نور الخلائق جميعا، لا نور إبراهيم قومه ولا نور موسى ولا نور عيسى. قال اقدم افتح فاك، فمج، الرواية مج في فمه، يعني احنا نقول تفل في فم أمير المؤمنين. أبو لهب قام قال هذه حبوتك لابن عمك حيث استجاب لك فملأت فيه بساقا، ملأت حلقة فال. هو هاي مجازاتك أنت لابن عمك علي؟ إيش قال له؟
قال له إنما ملأته حكمة وعلما. ريق رسول الله حكمة وعلم، حكمة وعلم. البدن النوري لرسول الله يختلف عن أبدان الأنبياء وأبدان النشأة الأرضية 100%. فلذلك الروايات كان يرى من أمامه كما يرى من خلفه، وكان يشفه النور، يطب مننا يطلع منه، وكان يرى من خلفه ما يرى من أمامه، يعني مثل الجام. بدن رسول الله مثل الجام. كانوا الصحابة هاي حقائق غيبت. يقول والله كان ابن مسعود يقول كان الذي يقف أمام رسول الله ونحن خلفه نشاهد منه، نعرفه. بدن رسول الله شفاف. من فضائل بدن رسول الله انه البصاق مالته، التفال مالته علم وحكمة. هسه شلون إلا بحثه، ما تاركين الأئمة مطينه. ونفس الشيء كان شفاء من كل داء. أمير المؤمنين كان أرمد، تفل في عينه، انتهى. إذن اللي نريد نقوله شنو؟ انه نقوله اعداد الامام الحسين ما بيها مجال اعداد لحم ودم، مو مجال اعداد شنو؟ اعداد حليب. القضية اعلى. كربلاء خلقت طرزت تطريز الهي لقيادة الكون، فما بيها مجال الا ان يقرن برسول الله حتى يستطيع ان يقاوم، حتى يستطيع ان تقول الملائكة عجبت لصبرك ملائكة السماء. شافوا صبر أيوب الملائكة، وشافوا صبر آدم، وصبر شيث، وصبر إبراهيم، وصبر وعجبت، مو استغربت، عجبت من صبر الحسين في الطاف ملائكة السماء. والرواية اللي قرأناها البارحة لو أسندت كربلاء إلى إبراهيم لخار، إلى إبراهيم محطم الوثنية، إلى إبراهيم الغريب العجيب، نبي من أولي العزم يخور، ما يعرف شلون يلزقها، ما يعرف شلون يقودها قيادة كما قادها الإمام الحسين. برنامج عسكري غريب عجيب. زقة أحد العلماء العسكريين الروس يقول استراتيجية الحسين في كربلاء تنفع كل الجيوش. صار هجوم عليه، دخلوا عليه قادة عسكريين، شلون قال لهم هذه من الأسرار ما أقدر أعطيها، هاي إذا أريد أعطيها فأعطيها فقط لقيادة الجيش في الاتحاد السوفيتي في روسيا. هذا شنو اللي وصل؟ وقائد عسكري ممن قاد العسكر الروسي في المعارك ما تسمى بالعالمية الثانية. استراتيجية كتبت بقلم إلهي. تشوف إعداد الإمام الحسين، فوصل منع حتى من إنسانك كفاطمة، إنما ألصق كامل برسول الله. حسين مني وأنا من حسين. وكانت برازه وخروجه، ولما أخذ سيف ذو الفقار واعتم بعمامة رسول الله وبرز إلى القوم كلهم بكوا. تذكرنا رسول الله. جيد. من خلال هذا الأمر نفهم لماذا كان يبحث أمير المؤمنين عن امرأة ولدتها الفحول من العرب، النجباء من العرب. بعد أنت تفهم إنه هذا الأمر تخترق بنت فاطمة الكلابية أم البنين، تخترق. إذا الرواية تقول ولا يضرها كيد شيطان، ومواريثها التكوينية ومواريثها البدنية كلها على نسق حفظ الله، مع إضافتها إلى مواريث أمير المؤمنين، أنتج شخص مثل أبي الفضل العباس.